دكتورة، ناس كتير بعتولنا على الصفحة ازاي نخلي شعرنا زي شعر المشاهير. انتوا بتقولوا ان هو جميل ليه؟ علشان خاطر انتوا بتشوفوا شكل من بعيد ان هو جميل. اللي هو ايه؟ اللي بيعجب الكل في الشعر يبقى مترطب، يبقى بيلمع، يبقى ناعم، يبقى ما يتكسرش. ازاي نقيم في البداية شعرنا؟ أول حاجة، الشعر الجميل أو الشعر الطبيعي معناه الشعر اللي عنده القدرة على امتصاص الرطوبة والاحتفاظ بيها. هناخد شوية من الشعر اللي اتفضل في المشط بعد ما بنسرح ونحطه في كوباية مية. لو امتص المية أو امتص الرطوبة بينزل في قعر الكوباية، لو ما امتصهاش وفضل فوق يبقى ده شعر ما يقدرش يمتص الرطوبة. بيبقى ناعم ازاي؟ ما اقصدش اللي هو بيبقى سايب، ان هو مثلا مش كيرلي او مموج، لا، الشعر لما بنلمس عليه كده ما بنلاقيش فيه خشونة، ما بنلاقيش فيه تقطيع. الشعر كمان ما ينفعش يكون هايش، ما ينفعش يكون اطرافه متقصفة. المفروض الشعراية او خصلة الشعر لما بنفردها بايدينا كده وبعدين نسيبها ترجع تاني تنكمش لفوق كده، تبقى هي المطاطية بتاعتها سليمة. يبقى احنا مش هنبص بس لمظهر خارجي، لان في حاجات بتتحط على الشعر بتديه مظهر سليم، بيبقى الشكل اللي احنا شايفينه حلو بس دي مش حقيقة الشعراية. زي الناس بالظبط كده اللي بتعمل بروتين ويقول الله ده بيبقى شكله حلو. مش الشعر هو اللي شكله حلو، لكن الكيراتين او حتة البلاستيك اللي بتتحط على الشعراية هي اللي بتلمع، هي اللي بيبقى شكلها سايح. بعد كده مع الاستحمام واستخدام المية مرة في مرة بيروح البلاستيك اللي هو مغطي الشعر، وبعدين يبتدي بقى يظهر على حقيقته ويبان التقطيع اللي فيه.